نحن طلاب في الصف الأولى نرحب بكم يا ناشئة العربية. مرحبا بكم. أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم يا أولياء أمورنا يا أولياء أمورنا شرفتم حفلتنا شرفتم حفلتنا يا مرحبا بضيوفنا يا مرحبا بضيوفنا يا أبي أنت حبيبي أنت أهل المكرمات منك مجدي منك عزي منك ذاتي وصفاتي أنت تسعى لسروري أنت تسعى لنجاتي ولأمي كل فضلي فهي خير الأمهات حملتني 4 سنين فهي روحي وحياتي أنتما ضوء السماء كالنجوم السابعات لكما ما استحبي ودعائي في الصلاة ودعائي في الصلاة ودعائي في الصلاة أحييكم أحييكم ومن أشواقنا بكم فأولى وردنا أنتم وكل بجنودكم أحييكم أحييكم ومن أشواقنا بكم فأولى وردنا أنتم وكل بجنودكم أساطير من الخلد تروج بين أهلكم جوالنا لكم سرور ومن دمنا نقابلكم أساطير من الخلد تروج بين أهلكم جوالنا لكم سرور ومن دمنا نقابلكم ألا ما أجمل المولى وما أحلى تلاقيكم بهم ضاعت محاسنها وعم النور ناديكم ألا ما أجمل المولى وما أحلى تلاقيكم بهم ضاعت محاسنها وعم النور ناديكم لحديثي قصص الحياة هيا نرى هيا معا حتى نسير على هدى ولدى النبي منامية بحديثه قصص الحياة هيا نرى هيا معا حتى نسير على هدى أنا الضامن في الصف لأجل نسعى أنا الضامن مع الضامن مع التقويم والإبداع جريت شهادة الأحلى أنا الضامن فكري قد تغيرت ولو بالنجم بالأسماء أنا الضامن فكري قد تغيرت ولو بالنجم بالأسماء أنا الضامن معلمكم وتمدى ولا حد يريداني معلمنا بأفكاري فالعمر إن كتبتها بإبداعي معلمنا amiga subihin saladaka naftan sahaya suruda barat amiga subihin saladaka naftan sahaya suruda barat silen arde salada usama ila amati sausu bilaila salabanki sasagania silu lehira
شيخ سؤال ولا السؤال حائل التحس أمين الإنسان إني فضل كتبت بسرعة ما يجلس ممكن يمكن بسرعة ممكن ينزل بسرعة يعني كتبت زميلي ولا كتبت معظم يحفظ السر في الموقع مثل شيء ممكن يسمى شيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. بسم الله الذي يحضر وتهدينا وحين كتبت منك ولا أهديه إلا الجبر على الشيء الله كتبت ويحبق إلا ستنكم وكذا شريكا على حضر المسألة زوجي فقالنا يا الربا أو من يهدي ويهي حوالي يسير من كعفر قيب كميدة أي وقالنا يا شهد قالنا ويحير فالعوارة من يسجدان والبتاع أو فقالنا يا السدس ومن يهدي ويهي حوالي يسير لما كلفنا يدور قيب كميدة أي وقالنا يا سيرك فقالنا يا عصر شهد قالنا ويحاول فالعوارة من يسجدان أو البتاع بنتها فقالنا سايس شهد قالنا سنة حوالي ولا العسلين ونيش جوله أما جوار حوله إلى مجايان ونيش جوته السنساء وحاول تبني الله صارت أن قريسا وحاول فروض الناس تعالى وحاول قبلنا على نوع الأول ونوع الثاني نوع الأول ونص ربع إلى اثنين نوع الثاني وثلث ثلثين إلى سدس نوع الأول ونص البيوت وقال كم ده نوع الثاني السنساء وحين قنص به نوع الأول وربع البيوت وقال كم ده نوع الثاني السنساء وحين قنص تبني الله نوع الأول ثم هدوت وقال كم ده نوع الثاني السنساء وحين قنص وغاتم عفر ورقم فيرنا فريد ليش ما تعالى النوع الأول أيوه البيوت النوع الثاني أو السدسة السنساء وحين قنص تبني الله سألتك تبني الله ويساس من الإنسان ما كان سينا قفل بي يسمى الإنسان تبني الله أفر ميلاد من الكلمة وصدحة أي زوج قادنا يا ونسهم الإنسان تبني الله لح ميلاد من الكلمة الله أي أبا قادنا يا ونسهم الإنسان تبني الله ميلاد من الكلمة ولحة أي بنت قادنا الإنسان ما كان يسكت برنا سهانته لح لما نقدر يسدين صدح نقدر وتمنيكو تمنيكو نقدر تمنيكو وحصار على هل أربعة عصيريكو قادنا عليه أنا قلبين قفل البيت يمسيكو قادنا عليه أو تركته قادنا عليه ليش بقول يا سيدنا كن على الحوق بين الناس مسألة أو تمني لبعة وحنصب حيسه كنت لبكم يشم بقول مرة كنت لبكم يشم بقول على الحوق بثني لا قفل بين سهم الإنسان كنت لبكم يشم بقول على الحوق بثني سدح أو أحسن من زوجة وحنصب حيسه بقول كنت لبكم يشم بقول زوجك يسيب إنسان تسوي حوله وكل هاي كنت لبكم يشم بقول على الحوق بثني سدح أو أحسن من وقعتي أباها وحنصب حيسه بقول كنت لبكم يشم بقول كنت لبكم يشم بقول على الحوق بثني ملح أو أحسن من البنتة وحنصب حيسه سدح بقول تمام يشم كل ساس أيها بسالة كسحنته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأساتذة والضيوف الكرام أقدم إليكم تحية الإسلام تحية مفعمة ممزوجة بالحب والشوق ألا وهي سلام الله عليكم وبعد تحية نلقي إليكم مدة قليلة من مادة الصرف. ما هو الصرف لغة وسلاح؟ الصرف لغة مبلغ التغيير والتحويل صرفت شيئا إذا غير الله وصرف الله رياحا يحولها من جهة إلى جهة اجتماع العلم بوصول يرجع تحول الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة للمعاني المقصودة لا تحصل إلا بها. ما هو موضوعه؟ اسم الله والفعل المتصرف فلا يدخل الحروف ولا أسماء المبنية. من أين استمداده؟ من القرآن والسنة واللغة العربية. ما هو حكمه؟
الواجب الكفاية على أهل كل الناحية والوجوب العينين على قول التفسير والحديث. من يواضعه؟ معاذ بن مسلم الراء. لماذا جعل علماء الصرف في ميدان الكيف؟ على ثلاثة أحرف، في أول الكلمة يسمى الفاء، وفي نص الكلمة يسمى العين، وفي آخر الكلمة يسمى اللام الأولى واللام الثاني مثل المصرف. كم أقسام الفعل؟ أقسام الفعل اثنان، مجرد ومزيد. كم أقسام المجرد؟ أقسام المجرد اثنان، مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي. ما هو المجرد؟ هو ما كانت كل الحروف موصولا مثل المصرف. كم أنواع الفعل؟ أربعة: دواء الكسر، دواء الضم، نوع المفتح، نوع فيه يدوان. مثل لي مثال فعل من ماضي ومضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول ومصدر مطلق ومصدر مرة ومصدر هو ومصدر الميمي وظرف الميمي وظرف المكان وظرف الزمان الميمي. مثال الماضي ضرب، ومثال المضارع يخلق، ومثال الأمر أخلق أخلقنا، ومثال اسم فاعل قارئ، قارئة، قارئتان، قارئان، قارئات، ومثال اسم مفعول مخلوق، مخلوقة، مخلوقتان، مخلوقان، مخلوقات، ومثال مصدر مطلق قلقا، ومثال مصدر مرة قلقة، ومثال مصدر هيئة خلقة، ومثال ظرف الميم مخلق، ومثال ظرف الزمان الميم مخلق، ومثال ظرف المكان ميم مخلق. متى يسمى هو المضارع؟ إذا كان الماضي رباعيا مثال دحرج يدحرج. ومتى يسمى هو المضارع؟ إذا كان الماضي غير رباعي مثال ضرب استخرج انضرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم تحية بارة مشروعات إلى جميع الحاضرين من السادات والسيدات وضيوف الكرام والعلماء والبلد والأساتذة التي كرسوا كل أوقات لتعليمنا، وهي تحية واضعة معنا من العصر وأعلى من الذهب، تحية موجودة بالعطف والحنان، وهي تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بلغني الناطق حتى نقدم للحاضرين والحاضرات والمتفرجين والسائلين تحية الأغرى من تحيتك تحية المن والحب والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم التحية إبدأ لنا في البداية. كيف ترى أن الناظر والمشاهدين بموضوع الرجال في هذه البلوغات الوجيزة؟ أرحبك بقلب مفتون وبأفعالي من الجنون، إلا أقول لك مرحبا أنت وسنتك التي تعتريها. الجامعة ينتشر في المدن والقرى والريف الناعي وبعض الأغنام، ينتشر الجهل في المدن والنمرات الجاهلية، وهي أسوأ الجهل الذي يصيب المرء في حياته، وإن لم نتخلص منها سوف تهدم حياته. لا صدقوك. هل هناك وسائل للمهر الأمنية يا أخي المحترم؟ نعم هناك وسائل للمهر الأمنية، ومنها بناء مدارس خاصة للأميين وتوعيتهم بشكل كبير بدون بالذكر لنبني في العالم قاموا بتلك الخطوة التي ذكرناها. وهل هناك أسباب تسبب التخلف عن التعليم للأبنيين؟ نعم هناك أسباب تسبب التخلف عن التعليم مثل عدم الإسلام المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى فاتن غداء التعليم وفرصة الوحيد بداية التعليم من جديد، ولكن سيكون هناك تحديات كبيرة وصعوبات كثيرة. وماذا ينبغي لكل من الأميين والمتخلفين عن التعليم؟ وهل هناك فرصة متاحة أمامهم؟ نعم هناك فرصة كثيرة. الأول نحو الأمنية ضرورية جدا لكل واحد. ثانيا لا بد من التعاون لتخفيف التأثير المرض بالجهل والأمنية. ثالثا القيام بالحملات التعليم التي تشارك في محاربة الأمنية والجهل، لأن الموضوع القديم يد واحد لا تصفق، وكذلك علم النور والجهل ظلام. وقال شاعر لم يرد مرام تعلم ساعة واحدة تجرى كل الجهل طول حياته. شكرا لك على معلوماتك القيمة، لنا أرجو لك تقدما ملموسا. مع ألف سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.